السلام عليكم عشاق ومتابعي قناه معلومه كل يوم. نتمنىكم وانتم كتشاهدوا في هذه الحلقه تكونوا في صحه جيده والامور ديالكم مزيان والله ييسر الامور ديالكم الاخوان. الحلقه ديال اليوم فيها ثلاثه ديال المواضيع مهمه. الموضوع الاول رسائل قويه من الجيش المغربي للكابرانات كيقول لهم الكاميوات ديالكم اللي تيدوزوا جيش المنطقه العازله الى داز شي كاميو وكان غادي لموريتانيا مايلهم غير راسو، يعني غادي يبقى غير الرماد، غتخرج ليه الدرون غتبقى تطنطن فيه. وغادي نتكلموا في هذا الموضوع لانه موضوع حساس وموضوع خطير، وعلاش المغرب او الجيش المغربي خدا هذه الخطوه. الموضوع الثاني غادي نتكلموا على قيس سعيد اللي صراحه حس بان المملكه المغربيه الشريفه هي الحل المناسب. الدبلوماسيه التونسيه بدات كتجي للمغرب، ولكن حنا تنعرفوا ان تونس مازال شاده الحياد. ولكن قيس سعيد عرف ان هذا الارهاب وهاد الشبكات اللي واقعه في تونس اللي قادر انه يخرجوا من هذه الازمه هي المملكه المغربيه الشريفه. بزاف ديال الدول الاخوان تيبغيو يتعنتوا مع المغرب وكيبغيو يصعدوا مع المغرب وكيبغيو يشراو العداوه مع المغرب، ولكن في الاخر تيرجعوا تيطلبوا وعرفوا ان المغرب كيوفر لهم بزاف ديال الحوايج كيف ما تونس او قيس سعيد. حنا احتراماتي للشعب التونسي، الشعب التونسي كيحبنا كنحبوه، كتربطنا به علاقه دينيه والتاريخ يعني تيربطنا بالشعب التونسي وحنا تنحبوه كيف ما كيحبنا حتى هو برشا. هذا ما كاين يا راجل، انا تتربطني علاقه كبيره مع تونس وهذا موضوع بوحدو. واليوم انا جاي باش نطرق لهذا الموضوع ونوضحوا الصوره ديال هذا البراغماتي ديال قيس سعيد اللي صراحه دابا راه ولا تيقول لك المغرب هو الحل. والدبلوماسيه التونسيه دابا راه ولات كتجي للمغرب، ومؤخرا كان واحد الاجتماع وجاو صراحه هذا الموضوع حتى هو غادي نتكلموا فيه وغادي نوضحوا فيه برشا حاجات. الموضوع الثالث الاخوان البرلمان الاوروبي. بعد ما الكابرانات كانوا كيهلوا وتينبحوا وسط البرلمان الاوروبي وتيحرضوا باش المغرب كذا كذا، وفرنسا هي اللي كانت كيف ما تنقولوا فرنسا اللي تدوي. ما الكابرانات راه ما عندهم حتى شي دور لا في اي بلاصه. راه ملي كتسمع شي مسؤول داوي في اوروبا ولا في الامم المتعارفه فرنسا هي اللي داويه. فرنسا كانت كدوي كدا هادي المغرب. دابا حاليا انقلب السحر على الساحر. البرلمان الاوروبي يبرئ المملكه المغربيه الشريفه وكيقول لك الجزائر بلد غير امين وبلد اللي ما تحترمش حقوق الانسان وبلد اللي فيه الفساد وبلد اللي غادي ينزلوا عليه عقوبات كبيره وكبيره بزاف، لان السي عبد المجيد تبون تيدور هو وشنقريحه وتيغوتوا. حنا الحلفاء ديال روسيا، حنا تنشريو السلاح من عند روسيا، وحنا تنعرفوا اوروبا وروسيا دابا شنو واقع. الحلقه ديال اليوم مثيره الاخوان، غادي نطرقوا لهاد المواضيع بثلاثه بطريقه سهله وبسيطه وكل شيء غادي يفهم. تنتمنى من خوتي المغاربه وتنترجاكم انكم تخليو لنا واحد اللايك وتخليو لنا واحد الكومونتير باش هذا الفيديو يوصل بزاف ديال الناس ويستافدوا من هذه المعلومات اللي غادي نتكلموا عليها اليوم. نبداو الاخوان وما نطولوش. الموضوع الاول الجيش المغربي تيصيفط رسائل قويه للكابرانات وتيقول لهم هاد الكاميوات ديالكم لا بقاو حتى دازوا قرب المنطقه العازله ما يلوموا غير يوسكم ويلوموا غير يوسهم عفوا، لان هاد الشاحنات حنا ما عرفناهمش واش غاديين بالماكله ولا غاديين بالسلاح اولا غاديين بعصابه البوليزاريو. وحنا تنعرفوا ان عصابه البوليزاريو فيها موريتانيين فيها ماليين فيها بزاف ديال الجنسيات. هذا ما يعني ان الجيش المغربي الرساله ديالته كانت واضحه. وهذه عامين راكم شاهدتوا واحد الشاحنات جزائريه اشنو وقع لهم، جاتهم الدرون بقات كتعطيهم غير راس. الكابرانات كيبغيو يتعنتوا حنا كذا. شوف المغرب راه ما تيرحمش. المغرب تحترمي يحترمك، ما تحترميش راه ما يعقلش عليك. والشيافر الجزائريين خصهم توصلهم هذه الرساله. الا قال لك هز الكاميو ولا الرموك ودوز من هذه البلاصه ما عندك ما تمشي تقرب. المنطقه العازله راه مؤمنه 100%، وكاين لي رادار تما وكاين الدرون راه كتخرج تدير الخدمه ديالتها وتترجع في حالاتها. حتى حنا خدامين، الجيش المغربي خدام 24 ساعه على 24 ساعه، العين لا تنام. يعني بنادم خدام تما بالصحراء المغربيه. عندنا جيش قوي، عندنا اسلحه الجد مطوره. يعني هذه رساله كانت واضحه وود الغزواني خلعاتو هذه الرساله. اشنو تيقول لك ان الجيش المغربي بدا تيصيفط رسائل قويه، وان الجيش المغربي الا بقى زير بزاف راه موريتانيا غادا تمحن. ولكن ود الغزواني اللي دخل راسو في هذه الدوامه وانت تتنوض صاحبي.
وتتقول فخامه الرئيس وتتضخم في عصابه البوليزاريو. راه اي حاجه وقعات جيت المنطقه العازله ولو يكونوا شاحنات موريتانيه جايين تما ويقول لك الدن، راه الجيش المغربي لا يرحم. باش نكونوا واضحين، لان هاد موريتانيا الاخوان باش تكونوا واضحين اكثر من وقتها هي واحتراماتي الشعب الموريتاني، ولكن ولد الغزواني راه كيناور هو والكابرانات وكيبغيو يمهدوا الطريق لعصابه البوليزاريو. ولكن الجيش المغربي والمملكه المغربيه الشريفه كانوا الرسائل ديالها واضحه. لو وصلتي للمنطقه العازله او دخلتي للمناطق ديال المملكه المغربيه الشريفه او حطيتي كاميوك ولا رجلك بالصحراء المغربيه ما تلوم غير راسك. يعني الرساله واضحه، درون خدامه، الرادارات خدامين. وكنشكروا الجيش المغربي من هذا المنبر وكنقولوا لهم الله يحفظكم والله يقويكم والله ييسر الامور ديالكم. ندوزوا للموضوع الثاني. الموضوع الثاني هو قيس سعيد. قيس سعيد بعد ما شاهد ان الارهاب ولا في تونس، الشبكات، مظاهرات، الجوع، الكابرانات هما اللي طيحوا في هذه الكارثه. وعرف ان الكابرانات هما اللي طيحوا، وسبق لنا نزلنا فيديوهات كنثبتوا بها الحقيقه ان الكابرانات كيتشفاو في قيس سعيد. دابا تونس ولات باغا ترد العلاقه ديالها مع المملكه المغربيه الشريفه بعد ما قيس سعيد شاهد انه بعد ما نوض او شرى العداوه مع المغرب وبعد ما استقبل زعيم عصابه البوليزاريو هو اللور. دابا قيس سعيد تيقول لك انا باغي نتصالح مع المغرب، ان المغرب هو اللي قادر انه يخرج تونس من هذه الازمه. نعم ان تونس كتعيش وسط ازمه، ومؤخرا هذه يومين راكم شاهدتوا العمليه الارهابيه اللي راح ضحيتها اجانب وتونسيين، واللي دار العمليه كان عنصر تابع لامارين او كيف ما تنقولوا البحريه التونسيه، حيد السلاح لصاحبو، تيرا في صاحبو، مشى ضرب عباد الله، مشى لجيت معبد يهودي. ولاو دابا نايضين قيس سعيد بزاف ديال الدول كيقولوا لي انت ما تحترمش الاديان، انت بلد غير امن. قيس سعيد دابا ولا تيقول لك باش نخرج من هذه الازمه ان المغرب عنده علاقه زوينه مع بزاف ديال الدول العالميه، والمغرب هو اللي قادر انه يوفر الامن لتونس. وحنا ما تنمنيوش على الشعب التونسي. الشعب التونسي تتربطنا به علاقه اللي جد رائعه. انا شخصيا كتربطني مع تونس علاقه اللي زوينه بزاف. ولكن باش نكونوا واضحين، الخلل والفيروس راه معروف. شكون اللي دار هذه المشاكل؟ هو قيس سعيد. وحنا دابا عرفنا هذه قاعده، طريق الكابرانه طريق كحله. دابا تونس راه بدات كتصيفط في الدبلوماسيه ديالها للمغرب وكذا، باغيين يصحوا العلاقه. واصلا حنا تنعرفوا تونس مازال في الحياد، ولكن ان هذا قيس سعيد تبع الطمع، وكيف ما تنقولوا بالدارجه المغربيه الطمع طاعون. قيس سعيد باش يبقى تابع الفلوس وبقاو تابعينو الكابرانات حتى غرقوه. يعني بزاف ديال الدول الاخوان هذه ولات معروفه، بزاف ديال الدول كيبغيو يتعنتوا مع المغرب وكيبغيو يشريو العداوه مع المغرب، وتينساو ان المغرب كان موفر لهم بزاف ديال الحوايج، وان المغرب واحد البلد الا حطيتي عليه الراس كيف ما تنقولوا بالدارجه يعاونك ويتعامل معاك. وهذا الشيء راه كان وقع مع قيس سعيد ملي الله شد الحكم في تونس. كانت كورونا والاصابات والوفيات، شكون اللي نقدو؟ ديك الساعه كانت العلاقه مزيانه مع تونس، وحتى دابا العلاقه ديالنا مزيانه مع تونس. عندنا مشكله غير مع قيس سعيد. يلا جات كورونا كدا بنادم بدا تيموت في تونس، المغرب شنو دار؟ صيفط مستشفيات ميدانيه، صيفط الدواء، وخرجنا تونس من الازمه. والشعب التونسي شكر المملكه المغربيه الشريفه. وكان مشى السي ناصر بوريطه فك واحد المشكل كبير لقيس سعيد، لان قيس سعيد ملي شد الحكم في تونس والسيد اصلا ما صافيش، تيقول لهم بغاو يغتالوني، جاتني برا فيها السم، مشيت خربيقه بحال هكا في هضرهم بدا نزقلوه بقرطاسه. يعني باش نكونوا واضحين، رغم ان العلاقات ما بين المغرب وتونس دابا باش نكونوا ما صافياش وما واضحاش، هذه حقيقه. لان قيس سعيد مادام هو كاين راه مازال الامور مازال ما صافياش مشكل كبير. لان الشعب التونسي والاحزاب التونسيه والنقابات والعديد من الادارات في تونس كيأكدوا ان قيس سعيد واحد الشخصيه اللي براغماتيه، واحد الشخصيه اللي انقلابيه. لان صراحه ان قيس سعيد انقلب على المملكه المغربيه الشريفه من بعد ما ولا كيستقبل في المجرمين. وتونس عمرها كانت تتعرف شي حاجه سميتها عصابه البوليزاريو. تونس دائما كانت كتقول لك، او جميع الرؤساء اللي مروا تيقول لك حنا ما تعرفوش شي حاجه سميتها عصابه البوليزاريو، حتى جا بوبريس ونوض هاد الروينه. وهو دابا عرف ان المملكه المغربيه الشريفه هي اللي قادره انها تخرجوا من هذه الازمه. ولكن المغرب عندنا دبلوماسيه اللي ذكيه،
ولكن تتربطنا علاقه كبيره وكبيره بزاف مع الشعب التونسي، ونتمنوا يكون الخير في الايام المقبله. العلاقه ما بين تونس والمغرب غاديه وكتحسن، لان اللي كحله هو قيس سعيد. صراحة تنتمنوا القادم يكون مزيان ما بين تونس والمملكة المغربية الشريفة، وقيس سعيد خصو يقاد راسو لأنه راه غادي للهاوية. تبعتي الكابرانات، تبعتي الطمع حتى شكي وليتي خايف، بغاو يغتالوني، بغاو يفعلوا ليا، ولا الارهاب في تونس، ولات العنصريه، ولاو بزاف ديال المسائل اللي ما كانش في تونس الخضراء ولا تونس الكحلاء. ندوزو للموضوع الثاني. ماما فرنسا اللي كان شاده الكابرانات وكتراري بهم بحال التربيه، كانت كتضل تصول وتجول في البرنامج الاوروبي وكتدافع على الكابرانات، لان ديك البقعه ديالتها مخدمه فيها عساسه، وكانت كتكلم بسميه العساسه. هذه فرنسا في البرنامج الاوروبي. البرنامج الاوروبي قال لك يا سيدي الجزائر واحد البلاد اللي غير امنه، واحد البلاد اللي ما تحترمش حقوق الانسان، واحد البلاد اللي فيها الفساد وفيها الارهاب. والكابرانات كانوا تيضلوا يغوتوا، كانوا تيصدعوا لنا ريوسنا، حنا الحلفاء ديال روسيا، حنا كنشريو السلاح من عند روسيا. ها البرنامج الاوروبي واوروبا كامله نزلات الغضب والمشاكل اللي عندها مع روسيا نزلاتها على الكابرانات. والكابرانات دابا كيتسناو عقوبات اللي جد خطيره، زائد ان اسبانيا كتاكد للعالم ان الاتفاقيات اللسانيه مع الكابرانات او العقود اللسانيه مع الكابرانات ما وفاوش بها، حكم ان الكابرانات ما عندهم لا كلمه ولا هم يحزنون. فرنسا شاده الكابرانات حاطهم بحال العساسه، الصوره ديالتهم بانت والحقيقه ديالتهم وضاحت. ها البرنامج الاوروبي بان ما بين الشريف والخبيث. البرنامج الاوروبي تيقول لك المملكه المغربيه الشريفه بلاد الامن والامان، وبلاد يعني كيف ما تنقولوا برأنا من جميع داكشي اللي كانت كتحفر لنا به فرنسا. ودابا هو لصق هادشي كامل، لان هادشي كامل كاين في الجزائر. صراحه الصوره وضاحت والحقيقه بانت. هنا كتبان لكم ان المملكه المغربيه الشريفه بلاد قويه وقويه بزاف. الحمد لله والشكر لله. كنشكر خوتي المغاربه اللي تبعوا الحلقه حتى الاخر. تنتمناكم انكم تخليو لنا شي كومونتير زوين، تخليو لنا شي لايك زوين بحالكم، وتبارطاجيو هذه الحلقه. هذه الحلقه كانت مليئه بالاخبار ومليئه بالمعلومات. كان معكم خوكم او ولدكم حمزه، صاحب قناه معلومه كل يوم، وتنقول لكم الى اللقاء.